أخوي كأنه ما ضج عليه. الناس كلها يساعدوا بس ترجع عين أخوي. تعطينا عين من عيونك؟ إيه. تعطينا؟ إيه. يعني هسه قال لك طيب بطي عين لاخوك تنطينا؟ إيه. ليش تنطينا؟ عين مترجعانة. وانت هم تروح عينك شلون؟ إيه عادي. عادي؟ إيه. اهم شي اخوك. إيه. اسحاق اللي يبلغ من العمر 4 سنوات، حقيقة هو طفل وحركته بالبيت ولعبه فوقع على شيء حاد وانضرب، يعني مثل ما تشوفون بعينه، وفقد هاي العين اللي انضرب خلالها. لكن تأثير هاي الضربة جاي تأثر على عينه الثانية وهو بحالة مأساوية، وجاي يوم عن يوم يفقد عينه الثانية. هذا عندنا اسحاق انضربت عينه بالسكينة، وطبعا أدت إلى أنه قلعوا عينه هاي الأولى هاي انقلعت، وهاي الثانية الآن جاي تأثر عليها الأولى. فنطلب من عندكم أنه شيل بابا شيل راسك شي، نطلب من عندكم أنه ايش تحتاج من علاج، أي واحد عنده أي مساعدة لهذه عينه حتى يحافظ عليها لا يقصر ويانا. وعندنا هاي البنية شو اسمه بابا؟ فطومة عندها عينها هاي ضعيفة اللي هي هاي. الحقيقة هسه هي يعني بكتنا قالت أنا أريد أشيل عين الصاحية أنطيها لأخوي حتى يشوف بيهن. انت ايش بيها ثاني؟ وين ما تشوفون بيه؟ ما شوفن بيها. وين ما تشوفون؟ هذه. ايش بيها؟ ما اشوف بيها. هم واحدة تشوف من ولاده، وانا اريد نسوي عملية وقالوا نسوي له ما حسوا نهائيا، ويقولون تاثر على الثاني لما تستعجلون به تاخذون. انا جاي اشوف هسه عينه الثانيه ما جاي يفتح. ما يفتح، توجعه يعني توجع من هاي عينه الثانيه توجع. هاي شوف عينه هاي هاي عين مطفيه فد. لا ضغطين عليه. مطفيه عينه فد مره يعني. جاي الدمع واريد من الله ومنكم يعني تساعدوني، الواد مساعده ما عاد امه حالتها يعني كلش، وخوالها يعني عماله ما عندهم. اي رجال خال عامل. اي عامل وقاعد نشوف هسه هاي الغرفه هاي بيها قاعد. كل ما نودي إليه يقول ودوه لإيران ودوه للخارج، ما عندنا يعني هناك إصلاح له. اسحاق شلونك حبيبي؟ حاجة عمو حاجة. اسحاق تشوفني؟ باوعلي بهاي عينك باوعلي؟ تنوع هاي يقدر يعني يفتحها، ليش ما يقدر يفتح؟ فطومة عندها هاي عينها ما اشوف بيها من الولادة، وتقول أنا أعطي عيني الثانية لأخوي حتى أخوي يرجع بصحة وسلامة وأنا مو مهم، وهي بهذا العمر. يعني شوف الحنية وشوف الخوة وشوف المحبة اللي بيناتهم، اللي هي طفل بهذا العمر هيك بحسرة وبدمعة على أخوها. فناشدتكم بالإنسانية، ناشدتكم بالروح روح الخير وروح المساعدة اللي انتم تقدمونها لهالناس. فما معقولة تردون هاي الطفلة اللي بهذا العمر تبكي على أخوها. يعني أخوتي أطباء الرحمة، اخواننا اهل الخير، وهذا جاي شهر رمضان، هذا الشاب الجميل الطفل الجميل الملائكي، وهاي اخته اللي هي مو ملائكيه، اللي يشيل روح انسان ما يشيلها. يعني لربما نساء هواي ما اعتمحن على اخوته. باسم فطومه نناشدكم بالمساعده واجراء العمليه لاسحاق حتى يخلص من هذا المرض ونلحق على عينه الثانيه ان شاء الله لاجراء هذه العمليه. وكلمه اخيره فطومه تقولي لهم؟ شو تقولي لهم؟ اعطيك كل شيء اخوي بس كنت جعانه. ان شاء الله ترجع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.